سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بالف صحه وعافيه. اليوم مع فيديو جديد اللي غادي نحضروا في غراتان بالكفته والبطاطس. ما يمكنش هاد الغراتان شحال كيجي لذيذ. نبداو الوصفه. اولا كنحتاجوا البطاطس على حسب كميه الافراد. بالنسبه لي استعملت 5 حبات من البطاطس اللي كنت قشرتهم من قبل وقطعتهم الى مكعبات ووضعتهم في الماء بقليل من الملح، تقريبا خليتهم 15 دقيقه، ومن بعد قليتهم في قليل من الزيت. يمكن لكم توضعوهم في الاير فراير وغادي نحتفظوا بهم جانبا. في مقلاة وضعت حبه واحده من البصل اللي تكون مفرومه من قبل، ضفت لها قليل من الملح، ابزار، زيت زيتون، خليتها فوق النار تقريبا 10 دقائق، ومع التحريك المستمر ضفت الكفتة بكمية اختيارية، قليل من الفلفل الأحمر الحلو والبقدونس المفروم وقليل من الزعتر، ومع التحريك المستمر صدر لنا الحشوة تقريبا 10 دقائق. من بعد كناخدو آنية فرن كندهنوها بالزبدة، من بعد كنزلو كطبقة أولى الكفتة والبصل اللي حضرنا من قبل، كنضيف مكعبات البطاطس المقلية كطبقة ثانية. بالنسبة للطبقة الثالثة فكنحتاجو ليها 5 حبات بيض. يمكن لكم تحتفظوا بالفيديو فغادي تحتاجوه في رمضان إن شاء الله. بالنسبة للبهارات اللي غادي نضيفهم على البيض: ملح، قليل من الفلفل الأسود، قليل من الزعتر، قليل من البقدونس. آخر مكون بقى لينا فهي كريمة الطبخ اللي كنحتاجو لها 250 غرام. فنخلط المكونات جيدا. نضيفو على الخليط كطبقة ثالثة، ومن بعد كنضيفو الجبن المبشور. فالجبن خاصو يغطي لنا سطح الكغطا. ندخلو الكغطا إلى فرن بدرجة حرارة 170 حتى يطيب لينا من الأسفل والأعلى. هذا هو شكل الكغطا، فما نقولش لكم شحال كيجي لذيذ. جربوه وخليوا لي رأيكم في التعليقات. خليكم مع تتمة الفيديو وإلى فيديو جديد إن شاء الله، ودمتم في أمان الله ورعايته. باي باي.